ريال مدريد بقياده القرش فلورنتينو بيريز كيوجد في اكبر مشروع اقتصادي ديال الفريق ديال الكره في التاريخ، مشروع سانتياغو برنابيو. هذه اعوام وحنا كنسمعوا ان سانتياغو برنابيو ملعب ريال مدريد في طور الاصلاح، ولكن اللي ما كناش عارفين هو ان البرنابيو غيكون اكبر مشروع اقتصادي رياضي في التاريخ. بمجرد ما كيسري الماتش ديال ريال مدريد، البرنابيو يقدر يتحول حرفيا لاي حاجه بغيتي، قاعه ديال الموسيقى، قاعه ديال المؤتمرات، تيران ديال التنس، تيران ديال الام بي اي، ولا حتى ديال الان اف ال، اي حاجه تقدر تتخيلها وباستعمال احدث التكنولوجيات الزراعيه. العشب ديال البرنابيو بمجرد ما كيسالي الماتش كيتحول لسته ديال الطبقات، كيتخزنوا تحت الارض في ظروف ديال السقي والرطوبه والحراره، كتخليه يكون احسن عشب في العالم، وكتخلي ارضيه البرنابيو تتحول لاي حاجه تقدر تتخيلها. كيفاش وعلاش فكر بيريز في هذا المشروع العبقري اللي كان كيامن به بوحده، وعلاش في هذا الوقت بالضبط، وعلاش التفرقه واحده اخرى ما تقدر تقلدوا؟ باش نجاوبوا على هذه الاسئله ونفهموا البلان مزيان، خليونا نرجعوا شي شويه بالزمان اللور. في نهار 1 يونيو 2009 رجل الاعمال المعروف فلورنتينو بيريز انتخب باش يولي رئيس الفريق ريال مدريد. بيريز كان رجل جد معروف في الساحه الكرويه وخصوصا في ريال مدريد، لان هذه الولايه كانت هي الثانيه ديال من وراء ولايه اولى استمرت من 2000 حتى 2006. وصفوها الاكثريه ديال الصحف والمحبين ديال النادي الملكي بانها كانت ولايه فاشله. السياسه ديال فلورنتينو بيريز في هذه الولايه الاولى كانت معتمده على انه يجيب اكبر لي ستار ديال الكره اللي عندهم شعبيه في العالم كامل، واللي يقدروا يزيدوا المداخيل الماليه ديال ريال مدريد. وفعلا فلورنتينو بيريز نجح انه يدير فرقه عامره بالنجوم، ونجح انه يزيد المداخيل ديال ريال مدريد سواء من خلال التذاكر والجولات في البرنابيو ولا المستشهرين والشركات الكبار، اللي ولا ريال مدريد هو الفريق المفضل ديالهم بفضل اللعابه اللي فيه. اكثر من هذا الشيء، بيريز قدر يخيل سورس جديده كليا كدر مداخيل الفريق، وهذا الشيء من خلال واحد الفكره عبقريه. بيريز كان كيتفق مع كاع لي ستار اللي كيجيو الريال انهم يسنيو على بوند في العقد ديالهم، كيفرض عليهم انهم يعطيو الريال مدريد 50% من المداخيل ديالهم من الاشهارات ولا من اي استعمال تجاري ديال الاسم ولا الصوره ديالهم. هذا الشيء كامل كان مزيان، ولكن الجمهور طبعا ما كيشوفش المداخيل، الجمهور كيشوف الالقاب. في السنين الاولى اللي دوزها فلورنتينو بيريز على راس ريال مدريد، الفرقه بكاع النجوم اللي فيها يلاه قدرت تربح لا ليغا جوج ديال المرات، نفس العدد ديال البطولات اللي ربحتهم فالنسيا والبارسا في نفس الفتره بنجوم اقل ومصاريف اقل بكثير من الريال. بدات الولايه الثانيه ديال بيريز في عام 2009، وبسرعه بدا كيبان انه غادي بنفس النهج ونفس السياسه. ففي الصيف ديال نفس العام اللي طلع فيه الرئاسه ديال ريال مدريد، بيريز غيجيب كاع لي ستار ديال الكره الساطعين في ذاك الوقت: كريستيانو رونالدو، كاكا، كريم بنزيما، تشابي الونسو، اربيلو وراول البيول. الاكثريه فيهم صفقات تاريخيه بمبالغ خياليه في ذاك الوقت في الكره. تصور انه في ذاك الوقت 4 من اصل 10 ديال الانتقالات الاغلى في التاريخ ديال الكره كانوا ديال ريال مدريد، اللي هما فيغو، زيدان، كريستيانو رونالدو وكاكا. ورغم ان الانصار ديال ريال مدريد في العالم كامل فرحوا برجوع فلورنتينو بيريز وتحول الفرقه ديالهم مره اخرى لفريق الجالاكتيكوس، الى انه في 3 سنين الاولى بدا كيبان مره اخرى ان السياسه ديال بيريز مع ريال مدريد ناجحه فقط اقتصاديا في رفع المداخيل ديال النادي، وفاشله فشل ذريع كرويا. فمع هذه الانتقالات كامله اللي دوينا عليها، ريال مدريد قدر يربح فقط كاس الملك في العام الاول، ثم لا ليغا والسوبر الاسباني في العام الثاني، وخرج بموسم صفري في العام الثالث. 3 ديال الالقاب فقط في 3 سنين، رقم غير مقنع بالمره. الانصار اكبر نادي في العالم من حيث الالقاب والقاعده الجماهيريه، ولكن فلورنتينو بيريز خرج في ذاك الوقت وقال انه تعلم من الدرس وما غيعاودش نفس الاخطاء ديال الماضي، لانه في 2006 خرج من ريال مدريد بسبب الضغط ديال الاعلام والجماهير. اما دابا فهو متيقن 100% من النتائج ديال المشروع ديالو على المدى البعيد، وقال ان الاخفاق في 3 سنين الاولى ما كيعني والو، لان المشاريع الرياضيه كتطلب وقت كبير باش تنجح. وفعلا بيريز كمل في نفس هذه السياسه ديالو، وفي عام 2012 حطم الرقم القياسي ديالو هو نيت في اغلى انتقال في تاريخ الكره، فجاب لويس زيغاريت بين ريال مدريد في صفقه قدرت ب 120 مليون يورو. في العام اللي وراه ريال مدريد جاب لا ديسيما، اللقب العاشر ديالو في الشامبيونز ليغ من وراء غياب دام 15 عام، ثم السوبر الاوروبي وكاس العالم للانديه في العام اللي وراه، ثم ثلاثيه الشامبيونز ليغ في 3 سنين متتاليه من وراها، ومعها لقب ديال الليغا وثلاثه ديال كؤوس العالم والسوبر الاوروبي. ومن وراء ما كلشي كان كيشوف ان فلورنتينو بيريز هو رجل الاعمال اللي كيعرف غير يجيب فلوس ويصرفهم، وانه فاشل كرويا، ولا كتوصف على انه اعظم واذكى رئيس داز في التاريخ ديال الكره، وتعرف بالقرش بيريز اللي يقدر يحسم اي صفقه بغا. ولكن في الوقت اللي بدات الالقاب كتجي، الجانب الاخر ديال المداخيل ولا هو المشكله. ودابا عطيني عقلك وركز معايا مزيان باش تفهم، باش نفهموا هذا الجانب المالي وعلاش الريال ولات كتعاني فيه. خاصنا بعدا نفهموا النوادي ديال اوروبا منين كتجيب فلوس وكيفاش كيقدروا ينميو المداخيل ديالهم عام على عام. النوادي ديال الكره بصفه عامه عندهم 3 ديال المصادر الاساسيه ديال الفلوس، هي عقود الرعايه ديال الشركات، العائدات ديال البث التلفزيوني ديال الماتشات ديالهم، والبيع ديال التذاكر ديال التيران. اول مصدر ديال عقود الرعايه كيدخل ريال مدريد 318 مليون يورو، مبلغ مزيان بزاف، ولكن المشكل فيه هو
انه ما كيزيدش عام على عام، لانه من جهه هاد العقود كتسنى كل 5 سنين او 6 سنين، ومن جهه اخرى توني براسو فيه اماكن محدوده جدا فين تقدر تحط الشركات، وفريق بحال ريال مدريد بالقيمه ديالو ما يقدرش يعمر توني كامل بالمستشهرين. المصدر الثاني هو العائدات ديال البث التلفزيوني، وهذا كيتزاد ب 10 مليون يورو كل عام فقط، ومن المتوقع انه يقدر يبقى ينخفض في السنوات الجايه مع خروج نجوم كبار من الدوري الاسباني وتناقص القيمه ديالو قدام الدوريات الاخرى. واخيرا كاين التكيات ديال الجماهير اللي كيبيعها الفريق، واللي رغم الارتفاع ديالها ل 145 مليون يورو سنويا بفضل ان البرنابيو ثالث اكبر تيران في اوروبا، ولكن حتى هي ما كتزادش عام على عام، لان عدد المقاعد في التيران كيبقى نفسه وصعيب تزيد فيه. حتى مصادر الدخل الاضافيه اللي كان جابها بيريز لريال مدريد من خلال البوند اللي كان كيسينيه مع اللاعبين بانهم يعطيو 50% من المداخل الاشهاريه ديالهم للنادي، ولات غدا وكتنقص لان اللعابه ديال دابا ولاو كيرفضوا يشاركوا الارباح الاشهاريه ديالهم مع الفريق ديالو. وهنا فين فلورنتينو بيريز القرش رجل الاعمال العبقري غيفكر في فكره خارج الصندوق، فكره ماشي غير غتزيد المداخل ديال النادي بل تقدر تضربهم في 2 ولا 3 في ظل عدم نمو المداخل ديال النادي والتضخم الكبير اللي عرفوا ثمن انتقال اللاعبين في اوروبا مع دخول رجال الاعمال الخليجيين للكره الاوروبيه. فلورنتينو بيريز قرر اول مره انه يبدل السياسه ديالو وطريقه التفكير ديالو مع ريال مدريد. بيريز حبس الصفقات القياسيه لانه عرف شحال ولا صعيب انك تقنع لاعب يجي عندك وهو عنده عرض من باريس سان جيرمان او مان سيتي، وقرر انه يفكر تفكير مغاير كليا. بيريز قرر يستثمر مبلغ قياسي ديال مليار يورو، ولكن هذه المره ماشي في اللعابه ولكن في سانتياغو برنابيو ملعب النادي. بيريز بان ليه واحد المشكل كاين عند كاع الانديه وحتى واحد باقي ما لقى ليه شي حل فعال 100%. المشكل هو ان البرنابيو بحال الملاعب الاخرين كيكون عامر حتى الاخر، ولكن في 90 دقيقه فقط من كل سيمانه او 2 سيمانات فاش كتكون لاعب الريال. النهارات الاخرين ديال السيمانه من غير الزيارات ديال السياح الملعب ديال النادي كيكون خاوي، وهذا الشيء رغم ان كاع اللي خدامين فيه والمانتونونس ديال العشب والمعدات ديالو كتبقى تخلص على طول السيمانه. هذا الشيء من غير ان الموقع ديال البرنابيو اللي جاي في السونتر ديال العاصمه الاسبانيه مدريد كيخلي عدم الاستعمال ديال البرنابيو في ايام السيمانه مضيعه بزاف ديال الفلوس للنادي. بيريز قرر يحول البرنابيو من ملعب ديال الكره لمكان متحول تقدر دير فيه اي حاجه بغيتي، فمن غير السقف ديالو اللي مبني بطريقه فيوتوريست والشاشات اللي كيحيطوا الملعب وكيعطيو للمتفرج تصوير ديال 360 درجه باحدث واكثر نظام ديال الصوت تطورا في العالم. البرنابيو دار فيه نظام ديال ازاله العشب عمرو دار في شي تيران في التاريخ من قبل. العشب ديال الملعب كما شفنا كيتحول 6 ديال الطبقات من ورا ما يسالي الماتش، كيتم تخزينهم تحت الارض وكيخليك تقدر تحول الارضيه ديال الملعب حرفيا لاي حاجه بغيتيها او تخيلتيها. البرنابيو يقدر ينظم اليوم مؤتمر تكنولوجي ديال بيل غيتس، غدا ينظم ماتش ديال NBA بحضور ليبرون جيمس، النهار اللي موراه ماتش ديال التنس بين جوكوفيتش والكاراز، والنهار الرابع كونسير ديال بيونسي ولا ديال تايلور سويفت. وهذا الشيء بدا كيديروا ريال مدريد من دابا. فحسب الانباء ريال مدريد سينا مع NFL باش يبدا ينظم بعض الماتشات ديالهم عنده في البرنابيو ابتداء من 2024، بالاضافه للكونسير ديال تايلور سويفت في ماي 2024 اللي تباع كامل في 3 ديال السوايع فقط. حسب التوقعات هذا المشروع الجديد العبقري ديال فلورنتينو بيريز غيخلي المداخل ديال ريال مدريد من البرنابيو تضاعف من 150 مليون يورو في عام 2023 ل 300 مليون يورو في عام 2024، وبهذا الريتم ريال مدريد غيرجع كاع الفلوس اللي خسرها في البرنابيو في 4 سنين فقط. واللي كيخلي هذا المشروع اكثر عبقريه هو الظرفيه اللي جا فيها. الديون اللي خداها ريال مدريد مثلا لاصلاح البرنابيو خداها بنسبه فوائد ما كتعداش 1.53%، نسبه اللي من المستحيل شي كلوب واحد اخر ياخذ بحالها بسبب قيمه النادي اولا، وثانيا بسبب نسبه التضخم الكبيره دابا اللي ما تخلي حتى شي مؤسسه ماليه في العالم تبغي تعطي ديون بهذه الفائده. وحتى لا نجحوا انهم يديروا نفس المشروع فريال مدريد غيكون سبقهم بسنوات ديال الماركتينغ لهذا المشروع الجديد ديالو وغيكون صعيب شي واحد ينافسه. هذا ما كان.